من ضمن الحاجات اللي كنت محتاجاها جدا في المطبخ عندي علشان اشتغل بيها هي السان درايد توميتو، ومعظمنا عارف ان سعرها غالي وكمان مش بتبقى بالجودة اللي احنا عايزينها. علشان كده قررت ان انا احضرها في البيت. طريقة تحضيرها سهلة جدا. وقت ما تكون الطماطم رخيصة هننزل نشتري طماطم بس يكون حجمها صغير وتكون جامدة، ما تكونش مستوية علشان ما تتهريش مننا. هنغسلها كويس ونقطعها بالطول، وبعدين هناخد القلب بتاعها بمعلقة السكر. ده شكل قلبها وده شكل الطماطم بعد ما خرجنا منها القلب بتاعها. هنرصها في صينية نكون مش بنستخدمها علشان هنحطها في الشمس. عندي هنا فلفل اسود وهحط معاه ملح، اضيف له ملح ومش هنعمهم، انا بس عايزاه يبقى فلفل اسود مجروش علشان ده اللي هنكه بيه الطماطم بتاعتي. اخده وارش في كل حبات الطماطم وكل وحدات الطماطم هرش فيها الملح والفلفل الاسود. خلصت كل الكميه اللي عندي، بعدين هاخدها وهغطيها بحاجه زي الشاش واحطها في الشمس طول اليوم. ممكن تاخد لها 4 ايام او 5 ايام وتبقى جاهزه معانا. هناخد القلب بتاع الطماطم ده ونضيف عليه باقي الملح والفلفل الاسود المجروش، هنضيف له زعتر، هنضيف له بصل، وهنضيف له بصل باودر اكسترا، وهنضيف له كمان ريحان، وهناخده بالهاند بلندر ونطحنه كويس قوي. بعدين نضيف له معلقتين صلصه بيوريه، هقلبهم كويس وبعدين احطها في كسرونه وارفعها على النار واسيبها تتسبك لغايه ما القوام بتاعها يتقل، ونشتغل بيها بقى بيتزا باستا زي ما انتوا حابين. في ناس مش بتحب شكل البذور بتاعه الطماطم فممكن تصفيها قبل ما تسبكها. بعد دقايق من التسبيك القوام بتاعها تقل، بقى شكله مظبوط، وده بقى لونها وريحتها لذيذة جدا، وده شكلها، وده قوامها المطلوب. وبس كده.